بمناسبة كوبري قصر النيل، عملوا للملك فؤاد الأول بمناسبة وضع حجر الأساس للكوبري. هو بقى يعني اللي كملوا خديوي إسماعيل، عشان كده بنقول عليه أبو السباع، كوبري أبو السباع على إسماعيل يعني. ماشي، بصوا الهدايا اللي جات له دي على شكل الأسدين بتوع قصر النيل. بالمناسبة يعني لو بصيتوا على الأسدين بتوع قصر النيل هتلاقوا فيهم حاجة غريبة ما خدش باله منها المثال الكبير النحات اللي عملها. أنا مش فاكرة جنسيته إيه، ممكن يكون فرنسي. المهم هو لما خلص التمثال الكبير بتاع أسد قصر النيل وبيعرضه، ففي طفل صغير كده راح قايل له إيه ده؟ هو في تمثال، هو في أسد من غير شنب؟ فالراجل تدارك إن هو فعلا ما عملوش شنب، لا ده ولا في المكان ده ولا في التمثالين الحقيقيين، فانتحر.